عامل ايه؟ انا نور مصطفى لو انت لسه ما تعرفنيش. النهارده هنتكلم عن هتعمل ايه لو انت لسه هتبدا. انت ما تعرفش حاجه في المنهج وفاضل شهر على امتحاناتك 22/6. احنا دلوقتي الفيديو هينزل لك قبل يوم 1/5 بكام يوم، تمام؟ فدلوقتي انت عايز تعرف تعمل ايه؟ طيب احل ايه؟ طيب اسمع مين؟ طب انا تايه. طب كل الكلام ده انا هرد لك عليه، مع اني عملت فيديوهات زي دي كتير والله، بس انا هعمله لك مره واثنين وثلاثه لغايه ما تحس ان انت مطمن. اول حاجه بس كده قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي، وعايزه اقول لك ان انت لو بدات دلوقتي هتلحق من غير ما تقسم ومن غير ما تاجل السنه. هتلحق الشرح وهتلحق الحل وهتلحق كل حاجه. وسيبك من المدرسين او من الناس اللي بيقولوا لك لا لو بدات دلوقتي ربنا مش هيساويك باللي بدا من اول السنه ولا هتوصل لحاجه كويسه. لا، هتوصل لحاجه كويسه. وده على ألسنة ناس وعلى يعني قصص صحابي انا شخصيا وناس انا اتعاملت معاهم شخصيا، تمام؟ فهنبدأ بقى الفيديو بأول حاجة إن أنت لو بدأت هتلحق. ثق في ربنا واستعين بالله وابدأ بداية جديدة، تمام؟ تاني حاجة هنتكلم فيها، أنت ما بدأتش وما تعرفش كلمة في المنهج، أو بادئ ونسيت المنهج كله وعايز تبدأ من الأول وقلقان وخايف ومتوتر. هنعمل إيه؟ هتمسك كده ورقة تكتب فيها عدد دروس كل مادة، تمام؟ بعد كده هتعمل مربعات على قد عدد الدروس ده، تمام؟ أنت هتشتغل مع المراجعات. دلوقتي نزل لك مراجعة مثلا على الفصل الأول أحياء، تمام؟ اللي هو الدعامة والحركة. انت هتشتغل في دعم الحركة، هتشوف فيديو المراجعة بعد كده هتروح تحل. وبس كده انت خلصت. ما ينفعش تقعد تشوف فيديو المراجعة وتلخص والحتة اللي مش فاهمها ترجع للدرس، ما ينفعش كل ده، مفيش وقت. انت هتسمع فيديو المراجعة، هتعلم في الكتاب وتذاكر من الكتاب وتروح تحل، تمام؟ وهكذا بقى في كل المواد. طيب انا دلوقتي اتسأل لي من كام يوم كده سؤال من ولد بيقول لي لو انتي دلوقتي طالبة جامعية وبتاخدي المواد بتاعتنا هتلمي الفيزياء والكيمياء والاحياء في قد ايه؟ طب هقول لكم احنا كطلبة جامعيين ايه اللي بيحصل. الكيمياء اللي انت بتعاني منها دي في كلية علوم بياخدوها في محاضرة، تمام؟ الفيزياء برضو اللي انت بتعاني منها دي في كلية علوم برضو في محاضرة. الأحياء اللي انت بتعاني منها دي ما تجيش صفحة من كتاب الكتب، تمام؟ فباختصار شديد جدا لك الموضوع. لو انت دلوقتي عايز تبقى زي الناس اللي على النت، واللي هو انا هذاكر 14 ساعة ومش عارفة ايه، هقول لك طريقة مذاكرتي انا في الكلية بتبقى عاملة ازاي. انا كلية ادبية، كلية اداب علم نفس اكلينيكي، فطريقة مذاكرتي هتختلف عن طريقة مذاكرتك، تمام؟ طيب انا طريقتي ايه في الكلية؟ ان انا بمسك الفصل بقرأه بتركيز، بعلم على اسامي العلماء، على التعريفات المهمة، على التواريخ المهمة بألوان مختلفة. انا مثلا دلوقتي معلمة ان اللون الفسفوري ده هيبقى لون اسامي العلماء، اللون البينك هيبقى لون التواريخ، اللون مثلا الاورنج هيبقى لون التعريفات، وهكذا، تمام؟ بخلص الفصل على هذا الحال، تمام؟ بروح بعد كده داخله بقى تاني للفصل، حافظه كل اللي انا علمت عليه. كل اللي انا علمت عليه ده حافظاه، او كاتباه في كشكولي لو انا بذاكر من الكتاب اللي عارفه، تمام؟ يعني لو انا مش طابعه الكتاب، ماشي. بعد كده بروح بعت الكتاب ده لشات جي بي تي او لاي برنامج ذكاء اصطناعي، بقول له يعمل لي اسئله عشان احلها. طيب انت بتقولي لي انا الكلام ده، انا طالب ثانويه عامه، ايه العبط اللي انت بتقوليه ده؟ هقول لك لو انت دلوقتي عايز تلم الكيمياء تقدر تلمها في 12 يوم بالظبط، تمام؟ 12 يوم ده شرح تفصيلي، تمام؟ في اليوم هيبقى درس كيمياء عامه ودرس عضويه. كده انت هتاخد في الكيمياء كلها 12 يوم شرح وحل ومنهج تفصيلي كمان مش مراجعه، تمام؟ طيب والفيزياء برضو لو عملت كده كل يوم درس بتاع ده فيزياء عادي كهربيه ومع فيزياء حديثه، هتلمها برضو في حدود 12 يوم، تمام؟ فانت لو اشتغلت مع يعني اللي هو استعنت بالله، اشتغلت وعملت اللي عليك، صدقني هتوصل لحاجه كويسه جدا، تمام؟ طيب انا هقول لك لو انا بدماغ الطالب الجامعي ده في ثانويه عامه انا كنور هعمل ايه، تمام؟ انا كنور همسك الكيمياء، تمام؟ هقسمها على يومين، يوم للكيمياء العامه ويوم للكيمياء العضويه. انا على فكره نص اللي هيسمع الفيديو ده مش هيبقى متفق معايا وهيقول لي انت بتكروتي، بس انا بقول لك لو انا دخلت ثانويه تاني بدماغ الطالب الجامعي اللي انا فيها دلوقتي، انا هقول لك اللي هيحصل. اليوم بتاع الكيمياء العامة هسمع الشرح بتاع كل فصل، المراجعة، تمام؟ مش هسمعه، يعني أنا دلوقتي مثلا بذاكر فصل أول قبل كده، ليه أروح أسمعه تاني وأضيع وقتي؟ لأ، أنا هروح أقرأ قراءة سريعة وأحل عليه، تمام؟ وهمسك كده كل فصل اللي أنا مش فاهماه بس اللي أروح أتفرج له على شرح، بعد كده هحل إيه على كل اللي أنا ذاكرته ده، تمام؟ بعد كده تاني يوم همسك العضوية برضو ال 12 درس، هكتب كل المعادلات مع بعض، أربطهم مع بعض، أربط كل النظري مع بعض، وبعد كده أحل كتير برضو. عايزه اقول لك ان الحل كتير مهم جدا. في الكليه احنا ما عندناش اوبشن ان احنا نختار مين اللي هيشرح لنا، ما عندناش اوبشن نجيب شرح من على يوتيوب، ما عندناش اوبشن كتب خارجيه. احنا عندنا كتب الكليه اللي هي كلها دش في دش في دش، عندنا باوربوينت ده الدكتور بيبقى عامله،
عندنا الدكاترة هي الآمر الناهي في الامتحانات، ما عندناش اوبشن ان احنا نجيب سنين سابقة، ما عندناش اوبشن ان احنا نقعد نحل لوحدنا. احنا اللي بنعمل كل حاجة، كل حاجة في الكلية بتكون اعتماد على نفسك. فتعلم من اللحظة دي انك تعتمد على نفسك. عارفة انك دلوقتي ممكن تكون بتسمعني وتقولي هو ده وقته، يعني هو ده وقت ان انت تقولي اعتمد على نفسي؟ انا بضيع حضرتك، يعني انت بتقولي ايه؟ هقول لك باختصار شديد جدا: صلي على النبي تاني، واستعين بالله، ابدا من المكان اللي انت واقف فيه. لو انت كنت مثلا واقف في نص المنهج وما كملتش، لا كمل واشتغل في المراجعات. تمام؟ اللي انت ناسيه ده هتجيبه في المراجعه قسما بالله، حل وشرح. ضايع في الانجليزي، ثبت كل يوم نص يونت، هتخلصها في 24 يوم. تمام؟ الكيمياء ضايع فيها، ذاكر درسين في اليوم، درس عاديه ودرس عضويه، وهتخلصه برضه في 12 يوم، وهكذا. انجز نفسك، شوف اسرع واسهل حاجه وانجز نفسك. دي مش كروته، كل الافكار اللي ممكن تبقى ضايعه منك انت هتجيبها بالحل قسما بالله. تمام؟ بس كده، انا ما عنديش اي حاجه تانية اقولها لك غير انك هساعدك. بس كده اقول لك على اسامي المدرسين لو انت حابب تسمعهم على يوتيوب. عندك مس مي انجليزي منزله الشرح على يوتيوب. عندك مستر عبد الله الحبشي منزل الكيمياء برضو على يوتيوب. عندك مين تاني؟ عندك العربي، مش عارفه بصراحه مستر محمد صاحبي بينزل يوتيوب ولا لا. وقناة هنذاكر اونلاين حلوة جدا في كل المواد يا جماعة. ايه تاني بتنور؟ والفرنساوي عندكم فرنساوي، وعندكم قناة هنذاكر اونلاين. لا او هي هنذاكر اونلاين، بس اونلاين دي بتاعت الفرنساوي. ماشي. المهم، انت اللي هتختار مكانك، انت اللي هتختار كليتك، انت اللي هتختار مستقبلك. شد حيلك والله بجد، يعني اختصار كل اللي انا عايزاه اقوله لك: شد حيلك، لان ما حدش هيحاسب على المشاريب غيرك. ولما تجيب مجموع حلو هيقولوا لك ايوه انا كنت عارف انك شاطر كده. لو بقى جبت مجموع وحش هيقولوا لك انت اللي فاشل، وانت اللي ما ذاكرتش، وانت اللي قعدت على التليفون. صدقني محدش هينفعك ولا هيشيل شيلتك غيرك. بلاش فكرة التقسيم، بلاش فكرة التأجيل، ابدأ من دلوقتي في المراجعات، وعليك بقى وعلى الحل الكتير. وبس كده. ولو محتاج حاجة ابعتلي على الواتس او على التليجرام، وهتلاقي تحت لينك قناة التليجرام بينزل عليها ملخصات ومعسكرات مذاكرة، وجروبات الواتس برضه بينزل عليها معسكرات مذاكرة وشوية نصايح كده. بس كده، يعني ما عنديش اي حاجة تانية اقولها لك. اه صح، وفي تحت في صندوق الوصف، وهثبته لك كمان في اول كومنت، قناة واتس انا عملتها هنزل لكم عليها بعد تالتة ثانوي كورسات اللي انا باخدها، مع المنصات اللي انا باخدها، مع اماكن مضمونة وباسعار كويسة عشان تطور نفسك في اللغات، فوتوشوب، برمجة، كل حاجة. تمام؟ وبس كده وصلنا للاخر، وبحبكم جدا، وربنا يوفقكم انتوا قدها. سلام.